السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مسلسل ايش ايش والحلقة 30 والأخيرة. وحلقتنا بدأت بإن ايش ايش بتصوت أول ما شافت أمها مرمية على الأرض، واختار راح لرجب وقال له تم وإخلاص ماتت خلاص. قال له جدع برافو عليك، ويفكر كده إن هو خد حقه من ايش ايش. أما نصها بقى وأمه وإيش إيش وصفاء كانوا قاعدين قدام الإنعاش، وساعتها بيجي بقى وكيل النيابة ويقول لهم هي عاملة ايه، ونص يقول له ما نعرفش، ده طوب الأرض بيحب خالتي، مين اللي عمل فيها كده احنا ما نعرفش. وهنا بتقول لهم اسكت يالا إن شاء الله هتقوم منها زي الفل، هو احنا لينا غير إخلاص؟ وصفاء بتعيط في وسط الزحمة دي. إيش بتقول لهم أنا عارفة مين اللي عمل كده، رجب الجريتلي. وهنا معتصم بيجيبه ويقول له ولا عملت في إخلاص كده ازاي؟ قال له إخلاص ايه اللي حصل لها يا سعادة البيه؟ قال له يا سلام، يعني ما تعرفش ان واحد حاول يغزها؟ قال لي يغزها؟ استغفر الله العظيم، وانا اعرف منين؟ تخش ايش ايش وساعتها تبص له وتقول له نقبك طلع على شنا يا رجب يا جريتلي، امي وعايشه وضفرها بألف واحد زيك، وصدقني انت ساعدتني دلوقتي ان انا اكرهك، وكمان اللي انت عملته في امي ده انا هاخد حقه تالت ومتلت. وكفايه يا حبيبي ان علمة علمت على قفاك ودخلتك السجن انت واخوك وابن مراتك الواطي ابو ديل نجس. ويلا بقى واوعدك كده ان انتوا يوم ما تلبسوا البدله الحمراء هزفكم انا ببدله الرقص. قال لها انت عارفه انت مش غلطانه، انا اللي غلطان اني لميت علمة زيك من الشوارع. قالت له العلمة دي بنت إخلاص كابوريا، خدت حقها وحق أمها منك، أمها اللي ضحكت عليها وسرقتها ودخلتها السجن وحرمتها من بنتها سنين وسنين. وكفاية أوي إن واحدة ست هي اللي زعلتك انت واخوك وابن مراتك، وهي برضو اللي دخلتكوا السجن، وتقوم جاية سايباه وهي ماشية ودموعها على خدها والبت قلبها بيوجعها. وهنا بقى متنسوش تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. عبد العاطي بيروح لإيش وقال لها هديك حتة من التورتة، مش أنا مضيته على تنازل على كل أمواله؟ قالت له مش اطلع برا، مش عاوزة أشوف وشك تاني. قال لها هتندمي، ولو احتجتي أي حاجة أنا برضو هفتكر إن إحنا كنا تيم كويس، جود تيم يعني، عن إذنك يا إيش، وافتكري إن أنا جيتلك. قالت له امشي من وشي يا اللي ضربتك قلم على وشك، امشي بره يالا. وتقوم جاية ماشياه. نروح بقى للظابط الكفء اللي عمال يدور مين اللي عمل كده في إخلاص، وبالفعل بيجيبوه من كاميرا المراقبة. إيش بقى بتروح لها شادية، ها انا جاي اشمت في امك يا ايش، هي ماتت ولا لسه؟ الله، لا يا حبيبتي بدل ما تشمتي في امي اللي طوب الارض بيحبها وهتطلع ان شاء الله وتخف وتروح على بيتها معززة مكرمة. هو بيت على قدها بس صاينها، الدور والباقي عليكي انت يا شادية. هو انت متعرفيش يا اختي ان عبد العاطي مضى جوزك اللي هو رجب الجريتلي تنازل عن كل املاكه؟ يعني انت حتى ما عندكيش شقة تقعدي فيها. شادية بتتصدم ولا كأنها خدت 3 أقلام، وتقرر تروح لعبد العاطي اللي بتقول له انا لسه جايه من عند ايش وبتقول ان انت مضيت رجب الجريتلي على كل حاجه. وهنا بيقول لها ايش دي بنت لذينه استغفر الله العظيم منها. قالت له كدابه؟ قال لها لا، خباصه بتفتن الفتانه. قالت له طب انت مضيته باسمي وباسمك؟ لا اسم مين يا حالتها يا حبيبتي، لا كل حاجه باسمي. هو انا انسى ان انت دايما كنت عاملاني خدام؟ حتى لما انتي شغلتيني عند جوزك ولما كنت شغال معاكي برضه في كباريه إخلاص، طول حياتك بتعايريني وطول حياتك بتهزقيني، وانا عشان راجل اصيل بصي هديكي مهلة لحد بكرة الصبح، مش هقولك لمي هلاهيلك وامشي دلوقتي انتي وبنتك عشان انا راجل كويس تمام. اما انتي بقى لا اختي ولا اعرفك. معتصم قاعد زعلان، وساعتها بقى بيخش عليه الضابط المساعد بتاعه يقول له مالك بس يا باشا، ده انت قابض على رجب الجريتلي وفرج الجريتلي ومختار كمان والنوري. قال له لا انا زعلان علشان البت دي غلبانه وجت في الرجلين وانا معرفتش احميها كويس. بص اوعى تتغرر لما تكسب قضيه، بس ازعل لما حد يجي في الرجلين بسببك، لازم تحمي كل الاطراف. بوشكاش بقى في الخريب بيروح يزور إيش
وساعتها بتقول له ايه اللي جايبك يا بوشكش؟ لا جاي اطمن عليك وعلى اخلاص. قالت له المرمية جوه دي لما تصحى وتعرف ان انت جيت تطمن عليها هتزعل وتيجي تطف عليك. احنا مش عاوزين منك حاجة، مش كفاية طول حياتك عايش علينا؟ لا، ده انت لاهف فلوسها اصلا وفتحت بيها الكباري بتاعك. وتيسير تقول له امشي. وهنا بقى ابنه بيقول له طول عمري يابا زعلان منك، زعلان منك قوي، بس المرة دي أنا زعلانة عليك. شفت خالتي لما حصل لها حاجة كلنا ملمومين حوالينها ازاي؟ انت بقى يوم ما يحصل لك حاجة مش هتلاقي ولا حد واقف قدامك، ولا حتى أنا يابا. بوشكاش يقول لهم أنا غلطان اللي جيت عبرتكوا أصلا، كانت كل قرف. معتصم بقى بيجيله تليفون إن هم قبضوا على اللي عمل كده خلاص، وكمان مرات إسماعيل جت قدمت بلاغ، والواد ده اعترف برضه إن رجب الجريتلي هو اللي كان وزه. وبصراحة الواد ما بياخدش في إيديهم غلوة. في نفس هذا الوقت إخلاص بتفوق، والكل بيفرح ويطلع يجري عليها، وألف حمد لله على السلامة ليك يا إخلاص، اللي بتبص لهم وبتفضل تعيط. وإيش وتيسير يقول لها ياما بتبطلي عياط يا ماما، ما تعيطيش. وتيسير تقول لها الحمد لله على السلامة يا قلب أختك. وصفاء تقول لها ما كناش هنعرف نعيش من غيرك. وهي اللي طالعة عليها إن هي بتعيط ومش مصدقة إن هي في وسط أهلها وأحبابها من تاني. أما بقى عند رجب الجريتلي في العمارة بتاعته سابقا، وعبد العاطي حاليا، بتكون قاعدة شاتية عمالة بتولول، ولبنى بتقول لها يعني كده خلاص، كده كل حاجة راحت خلاص؟ شدت لها بيت انت عاملة زي القردة. والله. وفرج بهدلك ودلعك بأم الدلع الكتير ده، ضايقتي رخمة رخامة، انا مش طايقاكي اصلا، لا انت بتكلميني كده ليه؟ قالت لها انا يا حبيبتي مش هكلمك، انا هطردك، انا مش عاوزه اشوف خلقه امك دي تاني. وطبعا فاتن واقفه متفرجه، وبتقول لها عارفه مختار مجوزهولك غصب عشان ياخد يا حبيبتي فلوسك، وكان كل ما يجي يقول لي يما دي قرده ورخمه اقول له يا حبيبي معلش، ومن جوايا عايزه اقول له دي ارخم بالرخامه. قوم جايه جايباها من شعرها وطردها على السلم. وطبعا ده كله فاتن بتقول لها هوريكي، وهوريكي بنت اخلاص هتعمل فيكي انتي كمان. عبد العاطي بيخش بالنقاش ويقول له اهدم لي الحيطه دي بقى ونعمل ده كله صاله كبيره وانقل مكتبي. ما انا مش هينفع ابقى عبد العاطي بيه واي حد يقابلني تحت كده عادي، انا هعمل ده المكتب بتاعي. وشاديه بيقول لها مش انا قلت لك تلمي حاجتك الصبح، بينا بعد الظهر. قالت له لا ده انا اروح فيك السجن. لا شايفه البوديجاردات دول هيرموكي بره دلوقتي، يلا بقى امشي بالذوق بدل ما ارميكي بره وارميلك حاجتك من البلكونه. تقوم جايه قالت لهم انا مش همشي، يقوم الرجاله واخدينها وراميينها. اما عبد العاطي بيقول له عاوز الحته دي موف والحته دي بيستاشيو. بيستاشيو. الباروكه بتاعت شاديه بتقع في الشارع وتقف تعيط وتقول طب اروح لاخلاص، طيبة قلبها تقعدني عندها ولا اروح فين دلوقتي؟ واقفه تكلم نفسها في الشارع وفاتن واقفه وراها متنحه. اما معتصم بيه بقى اللعيب من الجامد جايب مختار وقال له اسكت، مش رجب اعترف عليك ان انت اللي وزيت على اخلاص؟ وجاب رجب وقال له مش مختار اللي اعترف عليك ان انت اللي وزيت على اخلاص؟ ده يقول لا ما حصلش وده يقول لا ما حصلش. وساعتها يوقعهم في الكلام ويسجل ليهم حاجات مقتطفة. يعني مثلا ايه، رجب بيقول لا مختار اللي عمل، يسمعها المختار، ومختار يسمعه ورجب بيقول لا ده مختار اللي عمل، وبس يجمعهم سوا يقول لهم والله العظيم اصلا المتهم مسجل لكم من يوم ما اتعاملتوا معاه اسماعيل واخلاص، وقابلوا ناس كتير بالهبل، مبروك عليكم البدله الحمراء. وهو يقول لهم ما انا مش هشيل الليله السوداء دي لوحدي. ووكيل النيابه بيحكم عليهم ان هم اوراهم يتحول للمحكمه ويفضلوا مسجونين، لا، وكل اموالهم يتحجز عليها، ده لو في اموال. ايش بقى بتقف قدام رجب وبتقول له فرحانة فيك، اللي انت عملته في امي ده خلاني حتى وانت بتلابس البدلة الحمراء قلبي ما يتعصرش عليك، ولو زعلت هجيبه وعرفه انت عملت فيا ايه وفي امي. انت ما عندكش قلب وكلك جحود، وانا اللي كان عامين الحب. وهو يبص لها كده ويبقى مش عارف يقول لها ايه، وتقول له طب استنى اخد لك صورة افرح بيها قلب امي. نص قاعد قدام صفاء بيقول لها شكلي كده يا بت صفاء بقيت بحب اقعد معاكي. صفاء سابت الاكل وقامت جايه بصله، لا احلف قول والله
قال لها وبقيت ببقى وانا بره عاوز ارجع عشان اقعد معاكي. قالت له مش مصدقة نفسي، لا لا يا نص لا، هو الكبدة فيها حاجة ولا ايه؟ قال لها لا انا بحبك يا صفاء. قالت له في كام قميص كده نسيت افرجهم لك. قال لها كلي يا صفاء كلي يا صفاء. وصفاء بتاكل. وصلتوا هنا بقى ما تحرمونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نروح بقى لإيش اللي قاعدة مع إخلاص كابوريا، وقالت لها كلي الزبادي، الممرضة تيجي تاكل وشي وانا قلت لها انا اللي اكلها. وهنا إخلاص بتقول لها شفتي آخرة التعامل مع الجريتلية؟ لا حقك عليا ياما، بس أنا جبت حقك وهيلبسوا البدل الحمراء. لا استني اما افرحك، انا كمان مصورهم لك وهم في الكلبشات عشان قلبك يفرح كده ان حقك بتاع زمان رجع تالت ومتلت. وفعلا اخلاص بتفرح وهي بتطبطب عليها، واللي جاي احلى يا اخلاص. وايش يا ولاد وصلت لليفل 7 وكمان بتمتحن في المركز البريطاني. وبنتنا بقت خلاص بتشتغل كمان كول سنتر، وكمان عمالة بتفكر هتقابل ابن الحلال اللي هيسألها ماضيها كان عامل ازاي، ويقول لها من يوم ما عرفتك انت حياتي وكل حياتي واللي فات ده مش بتاعي. ومين بقى اللي طلع؟ ايوه، هو الأمور الجميل كريم فهمي، اللي ساعتها لما بتشوفه إيش قلبها بيقع منها وبيحبوا بعض، وورد بقى وحبشتكنات وإيه والضحكة الجمر دي. وهو مش بس كده، ده كمان بيجيب إبراهيم أبوها وبيبقى وكيلها وبنعمل الفرح وبنعلي الجواب. وإيش كانت فرحانة وبتفتكر كلامها المختار إن هي هتتجوز واحد يقدرش حتى يبص في وشه ولا في عينه، وإن هو هيبقى راجل مركز وكبير. وبتبقى إخلاص فرحانة ببنتها وإبراهيم فرحان ببنته، والحياة آخر حلاوة. لا ده إيش كمان بتخلف وبتجيب بنت زي القمر، وحياتها بتبقى زي ما كانت بتتمنى وأحسن كمان. ودي النهاية السعيدة لمسلسل إيش كنا معاكم، وخلصت الحكاية وخلص المسلسل.